استخدامك لVPN مجاني كأنك بالضبط اشتريت من أمازون كاب مكتوب عليه طاقية الإخفاء، لبسته ورُحت دخلت حفلة على أساس إنك هتختفي، هل أنت اختفيت فعلًا؟ لأ، لبست بس الكاب يعني. تعالوا نعرف بقى إيه اللي بيحصل فعلًا لما تستخدم VPN مجاني وليه ضرره أكتر من نفعه. تعالوا نعرف الأول يعني إيه VPN. الVPN هو الشبكة الخاصة الافتراضية، بيكون وسيط بينك وبين الإنترنت. في الطبيعي إن بيكون أنت للإنترنت بشكل مباشر، يعني شركات الإنترنت، المعلنين، الحكومات كلهم بيكونوا شايفين تحركاتك، لكن مع الVPN بيكون في وسيط ما بينك وما بين الإنترنت اللي هو السيرفر بتاع شركة الVPN، كأنك بالظبط بقى عندك دوبلير رقمي بيعمل كل شيء بالنيابة عنك. طب ايه مشكلة الVPN المجاني فعلا؟ خلينا نتفق على مبدأ إن مفيش شيء في الحياة مجاني بشكل كامل، كل شيء لازم يكون ليه مقابل. فاستخدامك للVPN المجاني ده مش هتدفع فلوس، بس غالبا هتدفع بياناتك. مين بقى بيراقبك لما بتستخدم الVPN المجاني ده؟ لما بتستخدم الVPN المجاني كل الأنشطة بتاعتك بتعدي على شركة الVPN اللي انت بتستخدمه. غالبا الشركة دي عمرك ما سمعت عنها ولا تعرف البلد اللي هي منها، يعني بدل هي ما تكون بتزودك بخدمة الخصوصية، لا هي بتتجسس عليك. يعني ممكن يكونوا عارفين بحثك، المواقع اللي انت بتدخلها، اللوجز بتاعتك، الهيستوري بتاعك، ممكن تبيع عادي بياناتك للمعلنين، كمان ممكن تسبب لجهازك بفيروسات. يعني مؤخرا 30% من الVPNs المجانية على جوجل بلاي كان فيها فيروسات. يعني بدل ما تكون داخل تتفرج على فيلم، واحد تاني في كندا بيستخدم جهازك عشان يعدم بيتكوين. مفاجأة كمان إنهم ممكن يكونوا بيسرقوا الإنترنت بتاعك عن طريق إن هما بيسرقوا نطاق التردد بتاعك، فاللي بيحصل إنهم بيحولوك للسيرفر بتاعهم في نفس الوقت. في حد تاني في بلد تانية أصلا بيستخدم الإنترنت بتاعك عن طريق الIP بتاعك، عشان كده دايما تلاقي الإنترنت ضعيف جدا وإنت بتستخدم الVPN. طيب ليه الVPNs المجانية دي منتشرة؟ لأنها غالبا بتكون طالعة من أماكن أو بلاد قوانين الخصوصية عندهم تعتبر صفر. طيب ايه الحل؟ الحل انك تستخدم VPN مدفوع بفلوس، بس هيتراجع، هيبقى فيه تدقيق للسياسات، عندهم تشفير حقيقي، مش هيبيعوا البيانات بتاعتك، وجهازك مش هيتفيروس. وحاول لما تدور على VPN تدور في بلاد مهتمة بالخصوصية أكتر، الVPN ما يكونش بيحد السرعة بتاعتك، أو ممكن تتنازل عن ده كله وتتعامل على الإنترنت على إنه مكان عام، أي حاجة بتعملها ممكن تتشاف. متنسوش تعملوا لنا شير، لايك، سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وتابعنا لو بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.